السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساك ورد يا رجالة، أخباركم إيه؟ فيديو جديد على قناة أخوكم أحمد المصري. الفيديو بتاع النهاردة شباب مهم جدا جدا. طبعا كل الرواي بيقولوا إيه؟ بيقول لك إن الحمام الصافي أو الحمام العادة القاطع ما بيزقش زغاليل. في الفيديو ده رجالة أثبت لكم إن الكلام ده غلط في غلط بالدليل وعملي وقدام عينك. تمام يا شباب؟ مفيش حاجة اسمها الحمام الصوفي ما بيزقش عياله، مفيش حاجة اسمها الحمام العادة ما بيزقش عياله، عموما مفيش حاجة اسمها الحمام القواطع ما بيزقش عياله. أي حمام في الدنيا ربنا خلقه بيزق عياله. بس هو اللي حصل إيه؟ اللي حصل إن الرواي بياخدوا الحمام الغزار أو الصافي بيحضنوا تحت حمام حضان، فبالتالي الحنية بتاعت الحمام بتقل تدريجيا. بعد كده بيتعود ان هو بقى جاحد، يعني ترميله حصويتين تحت منه يقوم من عليهم ما يقعدش عليهم. الزغلولتين بتوعه تحت منه ما يزقهمش ما يلبنهمش. فانا حبيت اعمل التجربه دي عندي، الحمد لله ايه لغايه دلوقتي ماشيه معايا تمام ومية مية. هوريكم عملي هوريكم عملي الحمام مش هقول لك صافي، هقول لك عاده، بس هوريك العظم بتاعه وانت احكم بنفسك. قول لي الحمام ده يزق ولا ما يزقش، واقول لك انا عملت ايه عشان يخليه يزق. على فكره الحمام ده كان جاي عندي ما بيزقش، تمام، وبوظ عش. فمع بعضينا يلا بينا نشوفوا عملنا ايه، لعل تستفيد بالفيديو ده. ولعل عايز اقول لكم برضو على حاجه تاني. دلوقتي الكلفه شباب غلي، كلفه غاليه. فانت مش حمل تجيب لك تجيب قص مثلا صافي ولا قص عاده ولا قص بول. حتى البول بقى بيجيبوا لها حضان دلوقتي، وتجيب له قصين ولا ثلاثة حضان. فانت بدل ما هتأكل قص هتأكل تلات أربع قصوص. تمام يا رجال؟ تمام. فايه المانع ان انت تخلي الحمام اللي انت حابه وعايز تربيه يزق عياله؟ سيبك بقى من شغل التجار وشغل الجشع والانتاج. انا عايز بدل القص يفرخولي زغلولتين، لا انا عايز اخليهم يفرخولي 20 و3 و4. تمام. كل ده على حساب الحمام. الحمام بيبوظ منك، بيفقد حاجات كتير، بيفقد حنية، بيفقد حاجات كتير. تمام يا رجالة؟ معلش يا صوتي رايح شوية، تعبان شوية. فنكملوا الفيديو بقى مع بعضينا، نروح ونشوفوا عملنا ايه، واقول لكم اللي حصل بالظبط. عشان خاطر لازم كل فيديو لازم يكون في حاجة معلومة او افادة الناس تستفيد منها. تمام يا شباب؟ يلا بينا نروحوا عملي ونشوفوا عملنا ايه. بصوا يا شباب، بسموا الله كده. بصوا يا رجاله، طبعا انا بتشعر يا رجاله، العيون دي واسعه. بصوا يا رجاله، اولا انا دلوقتي البيه ده هيتعارك معايا. بصوا بصوا، يعني بيتعارك بغباء. بصوا دول القص اللي هم السكروتات. تمام. القص السكروتات دول كانوا، بصوا يا شباب، كانوا رامين حصى يوم 13/3. تمام. وكانوا القص دول رامين حصى، القص دول يا رجاله كانوا رامين الحصوتين بتوعهم يوم 15/3. تمام. تمام. طب نيجي للقص دول اقول لكم اللي حصل ايه. القص دول الحصويتين بتوعهم ما كملوش، كانوا عمرانين بس ما كملوش. تمام. كانوا ما كملوش، اتهووا. يعني اتهووا، كانوا القص دول يا شباب بيقوموا من على الحصى، فالحصى اتهوى. تمام. مع ان الحصى كان عمران. فاقول لكم بقى انا عملت ايه معاهم. بس الاول اوريكم العظم بتاع الحمام ده عامل ازاي، وانت تقول لي الحمام ده يزق ولا ما يزقش. بسم الله الرحمن الرحيم. تعال 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 يلا. بص يا رجاله، يلا يخرب بيت.
بصوا يا شباب، بصوا العظم ده عامل ازاي اهو. شايف باين كده ولا لا؟ العظم ده يا شباب يزق ولا ما يزقش؟ تمام. طبعا عايزك تكتب لي في التعليقات العظم ده يزق ولا ما يزقش. والطيره يا شباب نفس الحكايه اهي، هزوم لكم عليها. تمام. والدكر اهو قاطع. طيب نيجوا للقص ده ونقول لكم بقى انا عملت ايه بالظبط. دول زي ما اتفقنا الحصويتين اتهووا فباظوا، ودول ربنا كرمنا بالزغلولتين. تمام يا شباب. نسموا الله. بصوا بقى، بصوا الغباء بتاعه. الذكر اللي بيعمل كده على فكره يا شباب. بصوا يا شباب، بسم الله ما شاء الله. ادي زغلول اهو، ادي زغلول اهو. بصوا رجليه ماسك فيها ريشه. بصوا يا شباب ادي زغلول اهو. ده زغلول يا شباب سكروته. بصوا متلبن اهو اهو، متلبن وزي الفل اهو. تمام. اخوه فين بقى يا شباب؟ واحده واحده ركز معايا ها. تمام. ده زغلول. اخوه فين؟ بصوا يا رجاله، اقول لك انا هوري لك وبعد كده هقول لك انا عملت ايه. بصوا يا رجاله، بصوا يا شباب، ادي التاني اهو، ادي الزغلول التاني اهو. اه يا رجاله، ده برضه الزغلول ده سكروته، اخو الزغلول اللي انا وريته لكم فوق. تمام. طب بصوا كده، هتقول له دي في حصوايه جنب منه اهي. بصوا يا شباب، دي حصوايه بلاستيك صنع بلدنا ما بيتكسرش. تمام يا رجاله، دي حصوايه بلاستيك. طب حاطط ليه يا عم الحاج الحصوايه دي جنب الزغلول؟ طب حاطط ليه بقى يا عم الحاج الحصوايه جنب الزغلول؟ الحصوايه دي حطيتها جنب الزغلول، انا كنت حاططها جس نبض. يعني ايه؟ طبعا دول لما جم رموا بوظوا الحصويتين بتوعهم، رحت جايب حصوايه بلاستيك حاططها عشان يكملوا المده اللي هم قاعدينها، اللي هي مثلا 18 يوم او ال 20 يوم. فلما جم القص البول اللي هنا دول السكروتات فكوا الحصى. تمام. سبتهم بس اول يومين لبنوا الزغاليل. تمام. اول يومين لبنوا الزغاليل، وبعد كده رحت جاي واخد زغلول من الاتنين حطه. كنت حاطط حصويتين هنا بلاستيك يا شباب، كنت جاي حطه عند القص اللي هما العاده. تمام. ليه بقى عملت كده؟ اولا حبيت ان هما يقعدوا اطول فتره ممكنه في الطاجن عشان الحنيه يا شباب، عشان الحنيه ترجع تاني في القص. تمام. فبقى قاعدين على البيض البلاستيك ده. فلما جم دول فكوا الحصويتين بتوعهم وخدت الزغلول، طلعوا الزغلولتين، خدت زغلول منهم ورحت جاي منزله تحت وشايل حصوايه من البلاستيك دول شلتها وحطيت لهم زغلول. قلت اشوفهم هيعملوا ايه. والله لبنوا الزغلول وقعدوا دفوه واهتموا بيه. هيسيبوا عندهم عشان العش الجاي باذن الله يكونوا ايه احسن من العش اللي فات اللي هم بوظوه. طب ولو ما اهتموش بالزغلول ولا اكلوه ولا دفوه ولا لبنوه، هاخد الزغلول ارفعه تاني جنب اخوه. تمام. الزغلول ده بقاله عندهم كده يا شباب 4 ايام. تمام. بيلبنوه زي ما انتم شايفين. بصوا يا رجاله اهو، راحت قعدت اهي يا شباب، قاعده على الزغلول وقاعده على ايه، على الحصويه. تمام يا شباب. بصوا دول هتلاقيهم دول احن من دول والله. بصوا دول راحت قعدت، ده لسه اهو، ده لسه هيستناني لما ادخل اهو، راحت تقعد اهي. تمام. بصوا الغبي ده، بصوا الغبي ده، غبي قوي غبي قوي غبي قوي غبي قوي. تمام يا شباب. فانا كده رجاله بعودهم على الحنيه، بعودهم يزقوا، برجعهم تاني لطبيعتهم اللي هو ربنا خلقهم بيها، الحنيه والجعيزه بتاعت الحمام.
موجوده في كل الحمام. واللي عمل كده في الحمام الصوفي، اللي عمل كده يا شباب في الحمام الصوفي او الحمام الغزار، هو الغواي نفسهم. بياخدوا الحمام ما بيخلوش يقعد. المفروض حتى لو انت بتعمل كده عندك، فالمفروض عش بتحضنه، عش بتسيب الاهالي يقعدوا عليه وتسيبهم يزقوا الزغاليل. تمام. طيب ايه برضو الحاجة التانية اللي انا استفدتها هنا؟ غير قص الحنية ويهتم بالزغاليل ويبقى قص طبيعي عادي زيه زي اي حمام عادي، مش محتاج حضان ولا اي حاجة. ان السكروتات العظم بتاعهم مقرطس شبه كده عظم حمام الكشك شوية. فالعظم ده هيقدروا يجيبوه، هيقدروا يلبنوه، هيقدروا يزقوه بإذن الله. طب لو حصل أي تأثير من عند القص دول، هرجع تاني الزغلول عند أهلي. تمام يا شباب، ده كده الفيديو بتاعنا النهارده، يا رب يكون فيه معلومة ولو بسيطة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.